هل فكرت ان رحلة الاسراء والمعراج كانت رؤية في المنام ولا كانت حقيقة؟ وهل سيدنا محمد شاف سيدنا جبريل على حقيقته؟ ويا ترى سدرة المنتهى مكانها فين؟ وليه الصلاة اتفرضت في الليلة دي تحديدا؟ كل الاسئلة دي واكتر هنجاوب عليها النهاردة ان شاء الله، فركز معايا ويلا بينا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. المسجد الحرام اتسمى كده لانه مكان مقدس لا يجوز فيه القتال، اما المسجد الاقصى فاسمه بيدل على بعده عن مكة، والمسافة بينهم كانت بتاخد شهر او اكتر بالجمال والخيول. الرحلة دي ما كانتش حدث عادي، دي كانت اختبار لإيمان المسلمين ومنحة لسيدنا محمد لرؤية عجائب قدرة الله، وكمان كانت تكريم وتخفيف لأحزانه، خصوصا بعد وفاة زوجته السيدة خديجة وعمه أبي طالب، ودول كان أكبر الداعمين ليه. ده غير إن سيدنا محمد اتعرض للأذى من قريش والطائف، لدرجة أهل الطائف خلوا السفهاء يرموه بالحجارة، فرجع مكة وهو حزين. وعشان كده الرحلة بقت معجزة إلهية عشان تواسيه وتقوى عزيمته. جاء سيدنا جبريل عليه السلام لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحاه من نومه وشق صدره وغسل قلبه بماء زمزم ورجعه مكانه، وكل ده كان تجهيز للرحلة. والحادثة دي اتذكرت في صحيح مسلم، حيث قال أنس بن مالك رضي الله عنه: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط، يعني الخياطة، في صدره. سيدنا جبريل جاء بسيدنا محمد البراق، والبراق ده دبة الأنبياء، ولونها أبيض وحجمها أكبر من الحمار وأصغر من البغل، وعنده جناحين وسريع زي البرق. ركب سيدنا محمد البراق وانطلق من المسجد الحرام للمسجد الأقصى، وصلى هناك ركعتين، وبعدها سيدنا جبريل خيره بين إنه يشرب اللبن أو الخمر، فاختار اللبن، فسيدنا جبريل قال له: اخترت الفطرة. وهنا بدأت المعراج، حيث صعد سيدنا محمد للسماوات العلى لحد ما وصل لسدرة المنتهى، ورجع تاني لبيته قبل أن يبرد فراشه، وهو ده الإعجاز الحقيقي. يرجح العلماء إن الرحلة حصلت قبل الهجرة بسنة، وكتب المفسر جمال الدين القاسمي في كتابه تفسير محاسن التأويل إنها كانت في ليلة 27 رجب، ده غير إنها حصلت بعد وفاة أبي طالب والسيدة خديجة، يعني قبل الهجرة بسنتين أو 3 سنين. في آراء مختلفة في الحتة دي، البعض قال إنها كانت رؤية في المنام، والبعض الآخر قال إن الإسراء كانت بالجسد بحكم إن استخدم البراق، وده مثبت في صحيح مسلم وصحيح البخاري. أما المعراج فكانت بالروح فقط. لكن الرأي الأقوى واللي قاله شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي إن الرحلة كانت بالجسد والروح مع بعض، والدليل على كده إن ربنا قال في الآية: سبحان الذي أسرى بعبده، وكلمة بعبده يعني تشمل الجسد والروح مع بعض. ده غير إن أهل قريش اتعجبوا من وصف سيدنا محمد لبيت المقدس بدقة، على الرغم إنه مزاروش قبل كده، وده بيدل على إنها كانت رحلة حقيقية. فلو كانت الرحلة مجرد رؤية في المنام ما كانش حد يتعجب منها وتحصل فتنة، لأن أهل قريش سألوا النبي عن بيت المقدس بحكم التجارة، وكانوا كل شوية بيروحوا وعارفين كل حاجة عنه. الحكاية بالظبط عاملة زي لما واحد صاحبك يقولك: أنا حلمت إني سافرت أمريكا أو اليابان، فتقول له: ماشي يا عم، يا رب تسافرهم في الحقيقة، والموضوع يخلص على كده. ده غير لما يجي يقولك: أنا لسه جاي من اليابان حالا، اللي هو إزاي يا ابني؟ ده أنت كنت لسه معايا امبارح، لحقت تروح وترجع إمتى؟ وهتشك في صاحبك وتقول انه شارب حاجه. المهم الناس برضو ما صدقوش، فراحوا لابو بكر الصديق وحكوا عن اللي حصل، وسيدنا ابو بكر يقول لهم: هو سيدنا محمد قال لكم كده؟ فيردوا يقولوا: ايوه. فابو بكر يقول لهم: صدق. ومن هنا سيدنا ابو بكر لقب بالصديق. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
سيدنا محمد شاف سيدنا جبريل على صورته الحقيقية مرتين. المرة الأولى لما طلب منه إن يشوفه على الصورة اللي ربنا خلقه عليها، والمرة التانية في المعراج عند سدرة المنتهى. وبالمناسبة سيدنا جبريل عنده 600 جناح يغطي الأفق بالكامل، يعني حجمه يغطي السماء كلها من جميع الاتجاهات. قبل ما نعرف مكانها عايزين نعرف ايه هي سدرة المنتهى. وسدرة المنتهى هي في الأصل بتتقال على شجرة النبأ، والثمر بتاعها معروف عند العرب. والمنتهى اسم مكان بمعنى الانتهاء، وده لانتهاء علوم الخلائق عنده، وما وراءه لا يعلمه إلا الله تعالى. وبالنسبة للمكان فكان في فريقين، والفريق الأول قال إنها في السماء الستة، والفريق التاني بيقول إنها في السماء السبعة. والعلماء رجحوا إنها تكون في السماء الستة وفروعها تمتد للسماء السبعة، والله أعلى وأعلم. وسدرة المنتهى مفيش حاجة تقدر تعدي بعدها، حتى سيدنا جبريل وهو سيد الملائكة قال لو تقدمت احترقت. وبكده نكون خلصنا الجزء الأول من الرحلة. ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.